السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد على قناة هند ريان. اليوم غادي نحضر معكم كلاص ديال الكراميل بنكهة الكراميل. تا الكراميل كنصاوبوه غير في الدار. تبعوا الفيديو حتى الاخر باش تشوفوا طريقة التحضير جد سهلة. باش نوجدوا الكراميل، اول حاجة عندي 200 غرام ديال السكر سنيدة، ما يعادل 2 كيسان ديال العنبة. غادي نحطهم في مقلاة على نار مهيلة، نخلي السكر حتى يذوب ليا. على هاد الطريقة غيبدا يذوب السكر، تيبدا يذوب من الجناب، وانا غادي نبدا نحرك فيه باش يذوب ليا كله. هاد الكراميل كيجينا جد رائع للمذاق. ضروري تنقصوا عليه البوطه باش ما يتحركش ليكم. الا جهدتوا عليه دغيا تيتحرق لكم السكر وغيجينا مر. هادشي علاش ضروري خاصنا نقصوا من البوطه. بعد ما تيذوب ليا السكر كامل غادي نزيد معلقه ونص ديال الزبده كبيره، معلقه كبيره، وغادي ندوبها وسط الكراميل. بعد ما دابت لي الزبده غادي نزيد كاس ديال الحليب، كاس غير صغير ديال اتاي والشاي، غادي نضيفو كامل. بعد ما تضيفوا الحليب تيعقب يقساح لينا داك السكر، غادي نبقى نخلط فيه غير بشويه بشويه حتى يذوب كامل. راه دغيا كيذوب كما كتشوفوا، راه الفيديو موضح كل شيء. غير ما تخافوش منه، راه تيجينا كراميل ناجح، تقدروا تستعملوه في اي حاجه، تقدروا تحتفظوا به حتى في الثلاجه. غادي نبقى نحرك فيه حتى يعقب يذوب ليا داك السكر كله مزيان. بعد ما تيذوب غادي نديرو في جبانيه وغادي نعقب نطحنو. غادي نطحنو مزيان، قد ما طحنتوه قد ما كيجينا ديك الكراميل ديالنا تيجينا كريمي، ما كيبقاوش لنا دوك الحبيبات ديال السكر. هادشي علاش ضروري خاصني نطحنو. بعد ما غنطحنو غادي ندخلو للثلاجه لمده نص ساعه حتى تيبرد مزيان. هنايا راه دازت نص ساعه وبرد مزيان. غادي ندير الكميه في البول اللي غادي نطلع فيه الكلاص ديالي، وغادي نخلي كميه صغيره للتزيين. وغادي نضيف هنايا كريمه الخفق اللي كنستعملو في الطارطات ديال عيد ميلاد. خليت لكم هنايا الصوره ديالها. حتى هي تتكون بارده، تنخليها في الفريغو، خاصها تكون بارده مزيان باش دغيا كطلع لنا الكريمه ديالنا او تيطلع لنا الكلاص. وغادي نضربوه بالضراب الكهربائي كما كتشوفوا، راه الصوره موضحه كلشي. ما تياخذش لنا بزاف د الوقت باش تيوجد. دغيا كطلع لنا الكريمه، وما تخافوش من زعما راه كراميل ما غاديش يطلع الكريمه ولا غيجينا شي مذاق خايب ولا. تيجي واحد المذاق رائع. نتمنى تجربوه، راه طريقه جد سهله واي واحد يقدر يوجد كميه ديال الكلاص كبيره غير في الدار، وتتعرفوا شنو مديرين فيها وتكون جديده وفريش. بعد ما طلعت الكلاص ديالي غادي نضيف هنا حبيبات الشوكولات. تقدروا ديروا فواكه جافه وديروا بسكوي مطحون او ديروا النوغا. قاعد المذاقات تيتواتاو مع الكراميل. دابا غادي نخلطها مزيان وغادي نديرها في المول اللي غادي ندخلو للفريغو لمده 5 سوايع. من 5 سوايع الفوق تيكون عندنا جاهز.
ودابا غادي ندوز نديرها في المول اللي غادي ندخلو الفريغو. اللي عنده المول ديال السيليكون يديرها من الاحسن في المول ديال السيليكون، بعد ما تبغيو ديموليوها كتجينا ساهله. حتى اللي ما عندوش يقدر يستعمل هذا، وانا غنوريكم كيفاش الطريقه باش غادي ديموليوها باش تبقى لنا الفورمه مقاده. غادي نقاد الكلاص ديالي وندخلو للفريغو كما قلت من فوق 5 سوايع كي يكون عندنا واجد. وهذا هو الكلاص ديالي بعد ما وجد وجمد. ملي غادي نبغي نقلبو ما غاديش بغي يهبط حكاش كما قلت لكم المول ماشي ديال السيليكون. هنا غادي نهز المول ديالي غادي نحطه فوق البوطه ثانيه ما كاملاش، غير غنحطو غنحيدو وغادي نعقب نقلب. وها هي الديمولات. تقدروا في هذه المرحله تعقبوا ترجعوه للفريكو يعقب يشد واحد شويه راسو وعاج تزينوه. كما كتشوفوا هذا هو الكراميل ديالي اللي خليت بعد ما برد هو مزيان في الفريكو كما كتشوفوا كيجي خاتر. وغادي نزين به غير تزيين عادي. وهذا هو الكلاص ديالي اللي وجدت معكم جيت ساهل وما تحتاج بزاف ديال المكونات وما تحتاج بزاف ديال الوقت دغيا كيوجد. نتمنى الطريقه تعجبكم، ما تنساونيش بلايك واشتراك للقناه وتنشكركم على المشاهده ديالكم.